يا مساء السعادة والهنا على أحلى عيلة في الدنيا، عيلة رانيا ميكس. ازيكم حبايب قلبي؟ كل سنة وانتم طيبين جميعا، ورمضان كريم عليكم جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. النهارده بقى السفرة بتاعتنا كانت زي ما انتم شايفين كده. ده ايه يا رانيا؟ ايه ده؟ معقولة؟ ايه الحمام الكبير قوي ده؟ حمام بقى ايه؟ اول مرة تشوفيه. الحمام ده مش هشوفي تاني زيه. ومعانا محشي بشكل طبعا فلفل وكوسة وبتنجان، البتنجان اللي عامل زي الايه، زي القلم الرصاص، زي ما كل اللي شافه قال لي. ومعانا محشي كرنب، ومعانا فرخة كلبوزة كده مقطقطة كده، كلبوزة حلوة كده شايفين، قاعدة واخدة مركزها على الآخر. والله أنا ملحقت حتى أصور يعني لسان عصفور وبقية الحاجة من كتر ما كانوا مستعجلين، والمغرب كان بيقدم. فبحمد ربنا إن أنا لحقت أصور على قد ما أقدر. بصوا حتى الطبق حتى ما كنتش عارفة أكمله، وأنا بغرف فيه ما كنتش عارفة أكمله. شايفين السرفيز؟ وألف ألف هنا. ويا رب بقى ايه، طبعا رمضان ما ينفعش من غير المحشي بتاع رانيا والخلطة السرية الجميلة قوي قوي بتاعتها. ايه بقى اللي معانا ده؟ يلا بسرعة عشان نشوف عملنا الأول التخديعة بتاعتنا ازاي، بس نسمي ونصلي على سيدنا محمد الأول عليه الصلاة والسلام. معايا هنا حتة من اللية عليها شوية من الزيت، وبنزل بكمية كبيرة من البصل. زي ما انتوا عارفين البصل أنا بحب أخرطه مش في الكبة. ومعايا هنا معلقة من الملح. اول ما احس ان البصل بدأ يدبل بنزل بكمية من الشطة الحامية السبايسي. عايزة تحط فلفل رومي براحتك، فاللي انت عايزاه يعني. وبقلب كويس قوي لحد ما يدبل مع البصل بتاعي. وبنزل بقى دلوقتي بالايه، الطماطم دي انا كنت مخزناها، بس كنت مخزناها من غير ما اعصرها. زي ما انت شايفه كده، ضربتها بس اول ما فكت ضربتها في الخلاط. بس وانت بتضربيها ما تضربهاش ناعم، اضربيها ضرب متقطع، يعني تضربي وتقفلي عشان تبقى نازله معاكي قطع. اللي انا حطيته ده ايه، معلقه من السكر. معايا هنا بقى الخلطه بتاعتي عباره عن ايه، بهارات من المحشي، بهارات محشي من عند العطار، وكزبره ناشفه، وكمون، ومرقه دجاج، وبابريكا، وفلفل اسود، وملح، وكبابه صيني. بقلب كل البهارات دي معايا. طب انا المره دي ليه ما حطيتهاش ومع البصل زي كل مره؟ لا، انا حطيتها كده مع الصلصه عشان تاخد من طعم الصلصه اكتر واكتر. وبتنزلي بقى التكايه بقى اللذيذه قوي قوي اللي بتفرق معاكي جامد. ايه هي؟ عباره عن حزمه كبيره من الكزبره الخضراء المتقطعه. انا طبعا كان عندي الخضره بتاعتي كنت انا مقطعاها وسايباها في الفريزر، اهي زي ما انتم شايفين. بتنزلي بكميه حلوه كده، هي ممكن نقول ربطه كامله كده. وبنزل بيها، وبعد كده ايه، بغطي بقى وهسيبها. طبعا هي مش هتاخد وقت لان هي اصلا الصلصه معايا تقيله، واسيبها تتسبك على نار هاديه. اهم حاجه تكون على نار هاديه. تعالوا بقى عشان نشوف الحشو بتاع الحمام الايه، حمام الغلابه. هنسميه حمام الغلابه لانه فعلا ولا اروع من كده. بنزل هنا معايا طب ايه كميه الرز كبيره لان انا معايا حوالي 6 من الفراخ، 6 فرخات. فاديني قلت اهو الحمام بتاعي معايا 6 من الفراخ. تعالوا شوف بعد ما بحمر بنزل الاول بالرز، وبحمر كويس قوي قوي الرز لحد ما يصفر معاه وياخد اللون الذهبي كله. وبعد كده في خلطه عندي انا بسيبها دايما في البيت، حبهان على قرفه على لورا على قرنفل وقليل قوي من المستكه. وبعد كده مرقه من الدجاج، وملح وفلفل اسود، او زي ما انت شايفه. هي دي الخلطة اللي أنا بقولك عليها. أنا باخد منها معلقة واحدة بس. طبعا انتوا عندكم التوابل كلها على الشاشة، هتاخديها سكرين وتبقى عندك واحتفظي بيها معاكي. بقلب بقى بقلب التوابل بتاعتي كلها في رز اللي أنا خليته زي لون الذهب كده. أول ما يديني اللون اللذيذ اللي انتوا شايفينه ده، هقلب شوية لحد ما ايه، ريحة التوابل بتاعتي تبتدي ان هي تظهر. وبنحط برضو جوز الطيب، رشه كده من جوز الطيب بتدي برضو فرق جامد قوي. بنزل دلوقتي بالكبد والقوانص متقطعه معايا ومغسوله كويس قوي بالملح والليمون، ورشه من الجنزبيل بس غسلاهم كويس جدا. وبنقلب كويس قوي 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 زي ما انت شايفه. اول ما تبتدي الكبد معايا تلم كده على بعضيها، تبتدي تلاقيها كده كشت كده ببعضيها، نبتدي بقى نحط ايه، هنحط بصلايه حلوه كده او بصلتين. انا بحط يعني اعتبر بصلايه كبيره كده حلوه كده محترمه.
طبعا زي ما قلت لك البصل انا بحب ان انا اقطعه اكتر من الكبه، بيبقى فيه نكهه اكتر، التيست بتاعه بيبقى اعلى. وبقلب كويس قوي قوي. بنفضل بقى نشوح شويه كده بتاع حوالي ايه دقيقتين 3 كده. بنزل دلوقتي بفلفل اسود زي ما انت شايفه معايا، بزود له الفلفل الاسود شويه لان حسيت الفلفل الاسود ما كانش كتير. وبشوح شويه، كل ما تشوحي فيه مع التوابل والبصل ده كل ما التيست يبقى اعلى واعلى. هننزل بقى بايه، كل اللي انت هتنزلي بيها حوالي نص كوبايه من الميه، مش كتير. انا عايزه الرز بتاعي يبقى مفلفل خالص. بقلب كويس جدا. انا اسفه والله، حتى ما عرفتش افتح لكم حتى الفراخ وانا في التصوير، ما عرفتش، ما لحقتش الحقيقه، يعني مش عايزه اقول لكم الدنيا كانت عامله ازاي. لا الصيام بيبقى صعب قوي على فكره. ومعايا دلوقتي رشه من الملح او معلقه، نص معلقه صغيره من الملح عشان اظبط الملح بتاعها. تمام كده. هنغطيها بقى لحد ما تشرب الميه. انا عايزه الرز يشرب الميه وبس. بصوا ما كملش 5 دقايق وبقى بالشكل اللي انت شايفاه ده. شفت الطعامه دي؟ ايه رايك بقى؟ بصي شكله بقى عامل ازاي. انا اسفه طبعا من البخار، مغطي خالص. شايفين؟ بصوا والله اللون مش باين خالص، مش عارفه ليه، شكله جميل جدا. معايا هنا بقى تتبيله بقى اللي احنا هنتبل بيها الحمام بتاعنا والفرخه برضو بتاعتنا ولا نقول الفراخ بتاعتنا. معايا بصلايه، ومعايا حوالي 3 طماطمات، 3 طماطم تبقى صغيره. ومعايا حوالي فصين 3 من الثوم، بقطعهم معايا كده. ومعايا طبعا هاخد التتبيله اللي انا قلت لكم عليها، اللي هي اللورة والحبهان اهيك زي ما انتم شايفين، لورة وحبهان وقرفة ومستكة وكبابة صيني. باخد منها شوية، عندكم زي ما قلت لكم هي في سكرين، ابقوا خديها معاكي في الشاشة، خديها سكرين معاكي. وبنزل بس يا دوب، هي بس التوابل دي باخد منها نص معلقة صغيرة، وملح وفلفل فقط لا غير، ما بتحتاجيش اكتر من كده. وبضرب. فانا واضح هنا طبعا ان الكبة طلعت ايه، معرفش مالها زعلت المرة دي مش عايزة تشتغل. فنقلت المقدار كله في الخلاط، وبعد ما ضربته زي ما انتم شايفين بنزل عليه بنص ليمونة تكون كبيرة، ولو الليمونة صغيرة يبقى تعصري ليمونة صغيرة. زي ما انت شايفة بظبط بقى الملح بتاعي. ونجيب بقى الفراخ بتاعتنا. هي دي بقى يا ستي الفراخ او الحمام اللي انا قلت لكم عليه. شايفين؟ هي الفرخة يعني في حدود مش عارفة نص كيلو ولا كيلو الا ربع، ما اعرفش يعني. هو والله اللي جاب لي الفراخ جابها لي كده. فانا قلت لهم خلاص، قلت لهم الخيره في مقتله الله. وبصراحه انا ايه، انا بحب اقول الاحجام دي بتبقى لذيذه قوي قوي. طبعا انا كنت هقطع الاجزاء ديت من الجناح عشان الزفاره، بس للاسف مش هينفع عشان اما اجي اطبق الجناح لورا او ما اجي اكتفها زي ما بيقولوا، فكان لازم ان انا ايه مضطره ان انا اسيبها. زي ما انتم شايفين انا معايا هنا حوالي 6 من الفراخ. بنزل بقى بالتتبيله بتاعتي وبقلب كويس جدا جدا. فوق الجلد وجوه اللحم بتاعها. اهو زي ما انت شايفه. بصي يعني ايه بتخلي التتبيله ايه تغلف كل فرخه فيهم. شايفين معانا حوالي 6 زي ما انتم شايفين، انا هوريكم ال6 دلوقتي. يلا بقى ايه نبتدي نحشي. هحشي معاكم 2 عشان ايه، عشان الوقت بتاع الفيديو بتاعي. ببتدي احشي الاول. هنا بقى بتحطي الكميه براحتك مادام من الداخل، لكن تحت الجلد بتقللي الرز، ما بتكترهوش، لان طبعا معروف ان الفراخ البيضة بتبقى الجلد بتاعها ضعيف عشان ما تفتحش منك. اهو زي ما انت شايفه. بعد كده اهو انا هنا كنت ممكن، هنا انا بوريكم ان انا كنت ممكن احشي من هنا،
بس للاسف انا لقيتها مقطوعه مفتوحه من اللمه التانية، فانا مش عايزه الحشو يقع منها، فاستكفيت ان انا ايه احشيها من الداخل ومن تحت الجلد وخلاص على كده. بحشي كويس جدا جدا. بص يعني اقول ايه الحماميه، بصوا بقت قد ايه معايا، بقت فرخيه ولا لا، ولا نقول فرخيه بقت ايه. بجيب هنا بقى، معرفش كانت مالها الرجل دي، كانت زعلانه منها ليه. المهم بكتف بقى دلوقتي الرجول، بكتفهم وبكتف الجناحين الاتنين، او كتفتها بقى وقعدتها على جنب تحترم نفسها. ونكمل بقى الباقي، هنعمل مع دي برضو هنعملها مع بعض برضو. طبعا شايفين الفرخه هنا مقطوعه حته صغيره هي على جنب، اللي هي عند الجناح دي، ما تقلقوش خالص. شايفين برضو الرجل برضو ايه. انا والله لحد دلوقتي مش عارفه هو جابهم ازاي، بس هم حلوين مش وحشين، بس يعني ايه عايزين يتعملوا دماغك تشتغل وانتي معاكي حاجه زي كده، علشان ما يفتحوش منك. او زي ما انت شايفه بحشي كله كويس قوي قوي فين من الداخل، لكن تحت الجلد بتقللي على قد ما تقدري، بسيط، بلاش تزودي علشان ما يتفتحش منك. وبنكتف، وبصي الحته المفتوحه زي ما هي انا بسيب الحته المفتوحه زي ما هي، ما بجيش لمتها حتى ما بقفلهاش، بسيبها زي ما هي. هاجي هنا بقى عند الرقبه وايه، وهحاول احط معلقه او معلقتين من الرز من الحشو بتاعي اهو. انا بحب اشوف الفتحه هتفوت عليها ولا لا، فانا عشان كده ما بكترش الحشو فيها، وبرده مش هتبان ولا اي حاجه بس. وبنكتف الجناح وتقعد جنب اختها، ونجيب اختها وقاعده جنبها تمام كده. بخلص الكميه كلها زي ما انتم شايفين معانا كام واحده، معانا 6 فرخات. معايا هنا بقى الشوربه اللي احنا هنعملها ونسوي فيها الفراخ بتاعتنا. معايا هنا قشر ليمونتين مجفف، انا بجففه عندي. ومعايا مرقتين دجاج، معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، ومعايا ورق لورا، ومعايا حبهان، ومعايا فص ثوم متقطع فقط لا غير. وبحط كل المقدار ده معايا في قلب الميه اللي احنا هنسوي فيها الفراخ. ونيجي للخضار بتاعنا، بحط طماطم وجزر، وبننزل معانا هنا ببصلتين برضو معانا. وبسيب المقدار ده لما يغلي كويس قوي قوي، بغطيه لما يغلي كويس قوي قوي، وبعد كده بنزل بالفراخ بتاعتي. بس تعالوا الاول نشوف الفرخه الكبيره بتاعتنا دي. معايا فرخه هنا 2 كيلو ونص، بمسكها بتبلها كويس قوي قوي بالتتبيله، بقيه التتبيله اللي احنا تبلنا بيها الفراخ التانية، وبركنها على جنب لحد ما اسوي الفراخ الاولانيه، وبعد كده ابقى اسويها. بتاكد كويس قوي قوي انها اتغلفت، وبعد كده بسيبها على جنب. باجي هنا بقى للشوربه بتاعتي بعد ما غليت، بنزل بالفراخ بتاعتي كلها اللي معايا، طبعا كل اللي معايا ال6 الاول بنزل بيهم هما الاول مع بعض عشان اسلقهم. طبعا ما خلي بالك اهم حاجه، اول ما الشوربه تغلي معاكي بتبتدي تهدي خالص النار، والغطا ما تغطيهاش كويس، يعني ما تغطيهاش قوي للاخر، خلي الغطا يبقى موارد معاكي علشان الفراخ ما تفتحش معاكي. فطبعا تبقى برضو يبقى يعني ما تسهيش عليهم، يعني برضو من الوقت للتاني تروحي تبص عليهم، ومع التقليب طبعا. نيجي هنا بقى للمحشي بتاعنا، نجيب بقى الرز بتاعنا الكميه بتاعتنا اللي عندنا، ونحط عليها الخضره، ونحط عليها التخديعه اللي احنا عملناها لسه عاملينها دلوقتي. ونجيب بقى المرته الجميله قوي قوي بتاعتنا دي، بصل متقطع، عليه ملح وفلفل ورشه من الحبهان، وبدعكه كويس جدا وبحطه على الخلطه بتاعتي. وما تنسيش شويه من الزيت عشان الرز يبقى مفلفل ويبقى مدي لمعه كده معاكي. نيجي هنا بقى هنبتدي بقى نحشي. انا مش هحشي طبعا معاكم كل المحشي، انا هعمل معاكم بس بسرعه كده واحده بس او 2 من الكوسه، لان انا عملت معاكم المحشي كذا مره.
انا بس والله عشان انا بحاول على قد ما اقدر. الفيديو جاي طويل معايا المره دي عن كل مره، بس والله على قد ما اقدر والله. هحشي طبعا الكميه وبعدين ارجع لكم تاني. نيجي هنا بقى للفرخه بتاعتنا، الحشوه بتاعتنا اللي احنا اللي هي بتاعتها المره دي مش هنحشيها رز. انا عامله لها بصل، مقطعه لها بصل وبشر عليه جزر وملح وفلفل وحبهان ولورا، وبحشي الفرخه كويس جدا وبكتفها اهو. ادي الفراخ معانا اهي استوت معانا الست فرخات. هننزل بقى دلوقتي بالفرخه الكلبوزه بتاعتنا هنسويها. تعالوا بقى عشان نسوي المحشي. ادي المحشي اهو، الكرنب بعد ما لفيناه بنزل بالعقد بتاعه. الشوربه طبعا انا مظبطاه وبظبط العقد، بس اهم حاجه الشوربه ما تخليهاش كتيره على المحشي، يعني يا دوب بتغطي الوش الاول بالظبط، يا دوب مش كتير زي ما انت شايفه كده. كده بقت تمام. وطبعا بتهز الحله كويس، لازم تتاكدي ان الشوربه اتغلغلت ونزلت لحد اخر الحله. بغطيها وبوديها تستوي. واول ما بتستوي، اول ما المحشي بتاعي بيستوي، لازم اعمل التكايه القمر ديك، حته فحمه كده مولعه، واروح مولعاها عليه وحط عليها حته زبده واسيبها على جنب. يلا بقى السر بقى بتاعنا بقى في حمار بقى الفراخ بتاعتي ايه هو؟ معلقه من اللبن. بتدهني الفراخ بس معلقه من اللبن وتحمري. وادعيلي يا قمر على الشكل والقمر اللي انت شايفاه ده. ايه رايك بقى في الشكل ده؟ شايفه اللون بتاع الفراخ عامل ازاي؟ حمام ده ولا مش حمام؟ مين بقى يقدر يقول لي ده مش حمام؟ بس حمام ايه؟ حمام مقلبص. هو حمام الغلابه، بس والله العظيم تلاتة ألذ من الحمام الحقيقي. انت جربي بس، وهاتي الفراخ دي لو انت اول مره تعمليها، هاتيها على ضمانتي وامشي بنفس الخطوات، وهتدعيلي دعوه كبيره قوي قوي جميله قوي قوي من قلبك. هتدعيلي بايه؟ ادعيلي ربنا يشفيني ان شاء الله ويخلي لي ولادي. وما تنسينيش باللايك حبيبه قلبي، اوعي تنسي اللايك بالله عليكي عشان الفيديو يترفع والكل يستفاد. ايه رايك بقى؟ انا عايزاكم تقولوا لي ايه رايكم. طبعا انا كنت بصور باستعجال فوق ما تتخيلي، يعني بصي يعني كانك ايه، خلاص بقى، لان للاسف كان المغرب ادن. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسونيش باللايك والاشتراك بالقناه عشان يوصلك كل جديد مني بامر الله. وكل سنه وانتم طيبين حبايب.